انت بتحبها بقى ولا بتحب فكرتك عن نفسك وهي بتحبك؟ وهي بتحبك ولا بتحب نظرة الناس وهي معاها راجل زيك؟ احنا في زمن اللايكس، في بقى اهم من الاحضان. الحب في الزمن ده اتلون بلون الشات، بقت صورة حلوة على انستجرام اهم من لحظة حقيقية تحت المطر. بقى كل واحد بيحب التاني مش علشان هو بيحبه، لا، علشان هو بيكمل صورته قدام الناس. في دراسة عملها الدكتور جان توينجي، قال فيها إن زيادة استخدام السوشيال ميديا قللت من مستوى الرضا العاطفي عند الناس. ليه بقى؟ لأن في حاجة اسمها المقارنة السامة. كل ما بتشوف اتنين حاطين ستوري فيها ورد وقلوب تحس إنك ناقص، تحس بحتة إن حبك مش كفاية، تحس إنك لازم تبقى نسخة من اللي الناس شايفاه رومانسي. وفي حاجة اسمها حب المراية، ودي نظرية بيشرحها إريك فروم، إن في بعض الناس مش بتحبك أنت، بتحب صورتها وهي جنبك، بتحب تشوف نفسها فيك، بتحب النسخة الاجتماعية اللي بتتبنى من خلالك. بقت البنت بتسأل نفسها: هو جاب لي ورد؟ هو عمل لي بوست؟ مش هو حضني وأنا منهارة، ولا هو سمعني وأنا بعيط. بقى الراجل بيسأل نفسه: هي عملت لي تاج؟ صورتني؟ طب اتصورت حلو جنبي؟ مش هي بتطمني ولا بتدعمني ولا واقفة في ظهري لما أقع. النهاردة ممكن تلاقي اتنين قاعدين على كافيه مش بيتكلموا مع بعض. النهاردة ممكن تلاقي اتنين قاعدين على كافيه مش بيتكلموا مع بعض، بس بيتصوروا كأنهم في منتهى السعادة، وبعدها ينزلوا الصور ويكملوا السكوت. طب الخلاصة: لو بتحب بجد، حب اللي يطبطب مش اللي يطبل، حب اللي يسمعك مش اللي يصورك، حب اللي يخلي قلبك يدق مش اللي يخلي موبايلك يرن. الحب مش ترند، الحب دفى مش محتاج اودينس. انا مخلص جويش، ودي بقى الخلاصة.